السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز أخبار فريق الرجاء الرياضي التي جاءت كالتالي: نفى نادي الرجاء الرياضي بشكل قاطع الأنباء المتداولة عبر بعض الصفحات التي زعمت تكفل أحد لاعبي الفريق بمصاريف معسكر الرجاء الرياضي بالمملكة العربية السعودية، وأن هذه الادعاءات تمس بصورة النادي وتقدم معطيات مغلوطة للرأي العام الرياضي، وأن الجهة التي ستتكلف بالمعسكر التدريبي هي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وذلك في إطار اتفاقية التعاون التي تجمعها بالشركة الريادية للرجاء الرياضي، إضافة إلى شركة مرسى ماروك باعتبارها شريكا استراتيجيا للنادي، وأن إدارة الرجاء تتعامل بشفافية مع شركائها، داعية الجماهير إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، تفاديا للترويج لأخبار غير صحيحة قد تسيء للنادي ومسؤوليه. أبدى نادي حسنية أكادير اهتمامه باللاعب مهدي مشخشخ للاستفادة من خدماته خلال مرحلة الذهاب من البطولة الوطنية الاحترافية. الحسنية استفسر رسميا عن وضعية اللاعب مع الرجاء الرياضي وسط ترقب لإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الشتوية. ويعاني مهدي مشخشخ هذا الموسم من صعوبة إيجاد مكان أساسي ضمن تشكيلة مدرب الرجاء الرياضي، ما يجعل احتمال رحيله معارا عن الرجاء واردا. ويبدو أن حسنية أكادير من أبرز الأندية المهتمة بضمه لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي، خاصة في ظل سعي الفريق لتحسين الأداء وتعزيز الخيارات الدفاعية. ارتبط اسم النجم المغربي يحيى عطية الله بنادي الرجاء الرياضي في الساعات الماضية، كون الأخير يريد أن يتعاقد مع لاعب الوداد السابق من أجل تعويض الرحيل المرتقب للنجم يوسف بالعمري، وأن الأنباء تؤكد أن يحيى عطية الله يبقى من الأسماء المطروحة على الرجاء، كما أنه يعد من أبرز اللاعبين المغاربة في مركز الظهير الأيسر، بيد أن الحديث عن حدوث صفقة وإتمام الاتفاق ما زال بعيدا، وأن يحيى عطية الله بدوره يريد الانفصال عن سوتشي الروسي مقابل تمسك الأخير بخدماته لرغبته في بيع عقده والاستفادة من مقابله المالي. لتشجيعنا على مواصلة العمل وخلق أفكار إبداعية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وترك تعليقاتكم على الفيديو لكي يصلكم الجديد أولا بأول.